فان فاكت ما كنتش اعرفه في الكمبيوتر ساينس الجزء 16. وقول لي في الاخر ايه اكتر واحده ما كنتش اعرف. الاف بي اي تعتبر اكبر هاكر في التاريخ. هتقول ازاي؟ ان هم في 2011 كانوا عايزين يمسكوا الهاكرز وسيطروا على الاف الكمبيوترات ساعتها علشان يعرفوا يستدرجوا الهاكرز دول ويجيبوهم، وبكده ممكن نقول ان الاف بي اي يعتبر اكبر هاكر في التاريخ لان هم سيطروا على الاف الكمبيوترات ساعتها. اكتر فيروس كيوت في التاريخ اسمه اي لاف يو اتسبب في خسائر 10 مليار دولار. سنه 2000 كان ايميل التايتل بتاعه اي لاف يو اتبعت لملايين الكمبيوترات وعمل هاكينج لكتير منهم، ولكن القانون ساعتها ما كانش بيجرم الحاجات دي، فعشان كده ما خدش اي عقوبه والموضوع عدى عادي جدا. في الستينات كان اول بريدكشن لاي اي للبينتنجز في التاريخ، او ذكاء اصطناعي بيعمل بينتنجز او صور. لان حصل ان جيرمان ساينتست او عالم الماني عمل البرنامج ده بيجنريت صور لما تديله كلام معين. طبعا البرنامج كان بدائي جدا، ولكن ده كان يعتبر التنبؤ بان الاي اي قدام هيعرف يعمل صور زي ما موجود دلوقتي. في 1975 مهندس شغال في شركه كوداك اسمه ستيفن ساسون، لكن كوداك ساعتها ما حبتش خالص الفكره واضطرت ان هي توقف المشروع خالص، وخافتها لان هي خافت على الاندستري بتاعتها او على صناعه الفيلم بتاعتها. ولكن اللي حصل قدام ان كوداك افلست بسبب الديجيتال كاميرا اللي هي اصلا كانت عندها في الاول، وانجينير من عندها هو اللي اخترعها. في 2013 الاي دبليو اس او الامازون ويب سيرفيسز اللي بتطلع معانا كتير جدا في الحلقات وقعت، وده خلى الخسائر بتقدر ب 125 الف دولار في الدقيقه الواحده.